يا شيء صل على سيدنا النبي في قلبك قبل أي كلام، وهو ده الهدف من الكلام. في هذا الزمان سنة 2025 وانت قاعد قدام شاشة التلفزيون هتلاقي بث مباشر من قناة حمودة جرانوف الإخبارية. المراسل بيقول لك: عزيزي المشاهد، أنت الآن في مهرجان القراءة للجميع، حاليا بالأسواق، ومش حاليا بالأسواق بتاع طارق الشيخ، أقصد موجود الآن. يعني كتاب مهم ومفيد، أنصح الجميع بقراءة هذا الكتاب، ولأن القراءة للجميع يا إخواتي. فالكتاب ده أنا بنصح كل اللي بيشوفني أو كل اللي بيشاهدني يقتني هذا الكتاب ويشتريه ويقراه. اقروا الكتاب ده يا اخواتي عشان الكتاب ده مفيد ومهم. الكتاب ده اسمه المعاملات البشرية فكرة ملغية. المعاملات البشرية فكرة ملغية. مع أي كائن حي يعيش على هذا الكوكب أو على الكواكب المجاورة أو على المجرة بأكملها، ما تتعاملش يا صاحبي مع نفسك أصلا، لأن الهري بقى أسرع من الجري، وأي حد بيهري في أي هري. المهم إن في أي هري بيتهري، والكذب بقى مرض منتشر، الناس بتكذب الكذبة وتصدقها، وكله عايز يركب المسرح، وكله عايز يمسك الحديدة، وكله عايز يذيع، وكله عايز يفتح مواضيع. الناس بقت ماشية بمبدأ حرك شفايفك عشان لسانك ما ياخدش برد. والكذب والهري في سنة 2025 يا صاحبي أصبح فيتامين. سنة 2025 الهري أصبح فيتامين. كله عايز يهري، كله عايز يذيع، كله عايز يفتح مواضيع، كله عايز ياخد لقطة في الفيديو، كله عايز يظهر على الشاشة، كله عايز يقول لك أنا موجود بالكلام بالهري، في اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، واللي يفهم فيه واللي ما يفهمش فيه، كله بيهري يا صاحبي، كله بيهري حبيب قلبي. فنصيحة من أخوك، اسمع مني، اسمع من أخوك، أنا مش هضلك يا صاحبي. اعمل وضع الطيران، اعمل أخرس، اعمل أخرس، اعمل وضع الصامت، خيط بقك، خيط بقك، انت فاهمني، خيط بقك. اعمل الكلام عندك بباسورد، اعمل الكلام عندك بباسورد منك للمرايه على طول. اتكلم مع نفسك، اتكلم مع نفسك، عشان الهري يبقى منتشر والناس بتهري في اي هري، وكله بيقول اي حاجه، وكله عايز يقول، وكله عايز يذيع، وكله عايز يتكلم، وكله بيفتي في اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، وكله عامل نفسه فيلسوف عصره زمان. كله يا صاحبي عايز يتكلم. الناس بقت بتهري بس، هري 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 داير، الهري داير. الناس بتقول لك النهارده مش ههري واقول كلام عليا الطلاق ما يعرف ينام. يا عم الناس بقت هرايه. عزيزي المشاهد، اتمنى لكم مشاهده ممتعه وطيبه من قناه حموده جرينوف.